كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، حتى كان الحبق والسوسان في حجر النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. كان واحد شاب سميتو حمو كان حطاب فقير كيعيش في واحد الدوار مغمور مخبي وسط جبال الأطلس. كل صباح قبل ما يفيق حتى الديك كيهز حمو الفأس ديالو وكيتوكل على الله، كيمشي للغابة البعيدة يجمع الحطب باش يبيعه في المدينة ويجيب لميمتو اللي شارفة شي حاجة تاكلها هي وياه. واحد النهار الجو كان مكفهر، الضبابة غطات كل شي والبرد كان كيضرب في العظام. حمو لقى راسو وصل لواحد البلاصة في الغابة عمرو ما شافها في قاع حياته. وسط ديك البلاصة كانت واحد الضاية كبيرة، الماء ديالها كيلمع بحال المراية، وحداها 7 ديال العيون كيسيلو من وسط الصخر. حمو قرب باش يشرب وفجأة سمع صوت كيهضر معاه، صوت حنين بحال رنين الخلخال. يا حمو يا ولدي النية الصافية، ما تشربش من العين الأولى ولا الثانية ولا حتى السادسة. حمو تخلع، قفز من بلاصتو، دار يمين وشمال ما بان ليه حد. قال مع راسو واش أنا كنحلم ولا هادو غير جنون الغابة اللي كيبحكوا عليا؟ رجع الصوت وقال ليه ما تخافش يا حمو، أنا حارسة العيون، العين السابعة هي اللي فيها رزيقك وفيها دواك. حمو اللي كان ديما مربي على النية تبع الصوت ومشى للعين السابعة، غير حط يدو في الماء وفجأة الماء تحول لخيوط ديال الفضة وبدات الأرض كتحرك تحت منه. واحد السرداب طويل بليه هابط لتحت وسط الجبل. حمو خاف شوية ولكن تفكر ميمتو اللي صابرة على الجوع وتفكر شحال عانى وقرر يغامر. نزل في السرداب وكل خطوة كيزيدها كيشوف العجب، حيطان مضوية وبخور كيعطر المكان. وصل لواحد القاعة كبيرة وسطها جالس واحد الراجل كبير لابس جلباب نقي ولحيته واصلة لحجره. الراجل شاف حمو وابتسم، مرحبا بك يا حمو، جيتي في موعدك. حمو سول بصوت كيرجف، شكون أنت أعمي وفين أنا؟ الراجل جاوبوه برزانة، أنا الحافظ ديال أسرار هاد الجبل، وهاد المكان هو مخزن الخيرات اللي ضاعت حيت الناس ولاو طماعة وما بقاوش كيتفكروا بعضياتهم. الراجل وقف ومشى لواحد الصندوق قديم مصنوع من خشب الأرز وجبد منه واحد الخميسة ديال الذهب الخالص. شد هاد الخميسة يا حمو، هذه هي جائزة الصبر والشهامة، ولكن رد بالك كل ليلة جمعة خاصك تعطي منها صدقة لواحد محتاج، وإلى الخير ريتقلب الشر. حمو شكر الراجل وخرج من السرداب، لقى راسو رجع للضايا والشمس بدات كتغرب. رجع للدوار والنية كانت سابقة العمل. تبدلات أحوال حمو ولا هو التاجر الكبير في الدوار، بنى دار كبيرة لميمتو وشرى للناس اللي حالهم بحال حالو البهايم والزرع. ولكن الخبار وصل لواحد الشخص سميتو الغالي كان معروف بالحسد والطمع والقلب الكحل. الغالي بدا كيسأل منين جاب حمو هاد الخير كله وهو كان غير حطاب مسكين. بقى الغالي كيتبع حمو ليلة بعد ليلة حتى عرف السر ديال الغابة والعيون السبعة. ليلة الجمعة ملي حمو كان مشغول بالصدقة، الغالي تسلل للغابة ووصل للضايا وبدا كيصرخ، يا حارسة العيون، أنا جيت بغيت الذهب، بغيت الكنوز. الماء ديال الضايا بدا كيغلي والريح بدات كتصفر وخرج صوت غليظ ومرعب. الطمع كيعمي البصيرة والشر كيقتل صاحبه. فجأة تحل الأرض تحت الغالي وغرق في وسط الوحل وما بقى بان ليه أثر. أما حمو فبقى ديما وفي للوعد ديالو، الصدقة فكل جمعة والكلمة الطيبة لكل الناس.
الخميسة ديال الذهب بقات كتعطي البركة حيت كانت بين يدين اللي كيخافوا الله. ومرت السنين وحمو كبر وتزوج وعاش حياة سعيدة، وبقات قصته كتعاود في الجلسات، كيعلموا بيها الدراري الصغار باللي النية الصافية هي اللي كتفتح بيبان الرزق، والقلب اللي كيعطي هو اللي كيرزقوه الله. وهذه هي حكاية حمو والعيون السبعة، مشات من فم لفم وبقات في قلوب الناس ديما. مشات حكايتي مع الواد وبقيت أنا مع ولاد الجواد.